كما انفردت بذلك شوف تيفي. في خبر حصريا، علمت شوف تيفي أن اللاعب عبد الحق أيت العريف وصل في هذه اللحظات من يومه السبت إلى مطار محمد الخامس، وتم توقيفه من طرف السلطات الأمنية. وقد باشرت الشرطة القضائية بمطار محمد الخامس تحقيقاتها الأولية مع أيت العريف في انتظار تحويله على أنظار المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء. وكان اللاعب المغربي أيت العريف قرر العودة إلى أرض الوطن بعد زيد من 4 سنوات على العيش في الإمارات بسبب هربه من قضية تتعلق بدفع شيكات بدون رصيد. لا تنسى الاشتراك في قناتنا لتصلك فيديوهات جديدة. اضغط على زر أبوني الموجود في الأسفل للاشتراك.